العيد بعد يومين، وده وقت التحويل الرسمي من أنا شكلي مرهق وتعبانة إلى مين البت القمر دي. هنقول إيه بقى؟ يلا بينا نبدأ أول خطوة ونرجع نهتم بنفسنا واحدة واحدة. بص يا ستي، أول حاجة هنرتب سريرنا، نفتح الشباك، ناخد شاور ونعمل سكين كير، قهوة وشعر. إزاي؟ الجزء الأول إن احنا هناخد تنظيف الطاقة الأول، اللي هو هنرتب المكان اللي احنا عايشين فيه. أول حاجة هنعملها قبل السكين كير إننا ننظف المكان والطاقة اللي حوالينا. رتبي سريرك، افتحي شباكك، دخلي الشمس والنور والهواء، شغلي حاجة هادية، حاجة بتحبيها، أي حاجة هادية تحبي تسمعيها. شيلي أي كركبة حواليكي وخلي جنبك الألوان اللي انتي تحبي تشوفيها، زرعة حلوة، بوكيه، أي حاجة تحبي تشوفيها تفتح نفسك ان انتي تعملي حاجة. صدقيني البنت لما أوضتها تبقى مترتبة نفسيتها بتتحسن بطريقة غريبة. دلوقتي بقى نروح لأهم حاجة، البشرة. مش محتاجة 200 منتج عشان تبقي حلوة قبل العيد. اعملي تفاصيل صغيرة بسيطة تخليكي فعلا حلوة. غسول أو صابونة مثلا بتحبي تستخدميها ووشك بيرتاح عليها. اعملي ماسك حتى لو هتعمليه بإيدك، مش لازم تشتريه. اعملي تلج كده على وشك، مشيه على وشك عشان تقفلي مسامك. رطبي كويس جدا على حسب نوع بشرتك. رطبي شفايفك بعد ما تعملي لها سكراب، واشربي مية كتير. في احساس كده بعد ما تخلصي السكين كير وتحطي ليب بالم تحسي ان الحياة بدأت تتحسن شوية. يعني انا خلصت السكين كير بتاعي، غسولي وماسك والتلج والترطيب والشفايف وكل الحاجات اللي بنعملها، ومساج خفيف للبشرة. بتحسي ان انتي ابتديتي عارفة تبقي فريش كده، حاسة ان وشك بيتنفس. الاحساس ده حلو جدا جدا، احنا محتاجينه قبل العيد عشان نخش العيد بطاقة حلوة. تاني حاجة هنعمل جلو اب للشعر. ليه؟ ازاي بقى؟ بص يا ستي، اول حاجة هنغسل شعرنا كويس، نعمل ماسك لفروة الراس. الماسك، في ماسك انا عاملاه على القناة شورتس، ممكن تشوفوه حلو جدا، انا بعمله على طول. بعد كده هتعملي ايه؟ هتغسلي بشامبو وحمام كريم وبلسم، وبعدين هنحط ليف ان ونسرح تسريحة حلوة او نلف شعرنا. ما انصحكيش انك تعملي استشوار او بيبيليس او كده، يعني ده بيجهد الشعر. لو انت شعرك محتاج اعملي، بس انا بفضل ان انا الف شعري شوية كده وشوية كده، وبعد كده بيبقى تحفة. حتى لو لبسك بسيط، الشعر المترتب بيخلي البنت شكلها متدلع جدا. جزء الدلع بقى اللي هو قبل العيد، وده اهم جزء للبنات. دلوقتي بقى مرحلة الدلع الحقيقي، ضوافر، ريحة حلوة، بادي سبلاش، لبس حلو ومريح، بيجامة جديدة. حتى لو ما عنديش بيجامة جديدة، ممكن اجيب بيجامة بقالي كتير قوي ما لبستهاش واطلعها اغسلها واخلي ريحتها حلوة واعطرها وابخرها والبسها. نحط ليب جلوس، اكلة بتحبيها، فيلم بقى، ونتفرج على حاجة كده هادية، ونقعد ناخد الايس كوفي بتاعنا ونقعد نتبسط. ضوافرك اعمليها بالشكل اللي يعجبك والشكل اللي يريحك، بس اعملي حساب ان احنا هنصلي، يعني هنعملها مثلا بلزق دبل فيس ونشيلها اوقات الصلاة. ريحتك دايما تكون حلوة، بادي سبلاش حلو وتكوني بتحبيه او برفيوم تكوني بتحبيه. دلعي نفسك عشان تحسي ان انتي بتستقبلي طاقة جديدة، طاقة حلوة. الاهتمام بالنفس مش رفاهية، دي حاجة فعلا بتفرق في نفسيتك حقيقي. لو عملتي كل الحاجات دي وانتي وراكي هموم الدنيا كلها، هتلاقي نفسك هديتي وبقيتي رايقة وعارفة تفكري في اللي جاي. هنخش بقى على الجزء المهم اللي هو الجزء العاطفي. ازاي؟ بصي، كل بنت محتاجة ان هي تسمع ان هي بيرفكت. طيب احنا هنستنى ان الكلام ده يتقال لنا من حد؟
لا طبعا مش هنستنى كلمة من حد انه واو ايه الحلاوة دي، شعرك عملتيه النهاردة. في ناس كتير ما بتلاحظش كده، يعني انت ممكن لو متجوزة جوزك ما يلاحظش انك عملتي حاجة كده، ده هيضايقك نفسيا. بس غلط، اوعي تعملي كده. انت اقفي بقى قدام المراية بعد كل الروتين اللي عملناه ده وقولي ما شاء الله، الحمد لله يا رب ان انت خلقتني جميلة، واعرفي انك جميلة. حتى لو احنا الجمال بالنسبة لنا نسبي، يعني جمالي غير جمال غيرك، بس انتي حلوة في نظر نفسك، فعشان كده الناس هتشوفك حلوة. خليكي هادية ورايقة، اتبسطي بأبسط الحاجات. زي ما قلنا هنشرب حاجة تريحنا تهدي بالنا، هنشغل حاجة حلوة نتفرج عليها، هنكون مبسوطين بالأجواء اللي حوالينا. طيب يا ستي، من ضمن الحاجات اللي احنا هنعملها في الروتين ان احنا هندخل نعمل حمام مغربي. هتقولي لي مثلا ازاي، او انا مش بحب ان انا اتكشف على حد، او مش بحب ان انا يعني حد يشوفني وكده. انا هشرح لك طريقة حمام مغربي انا بعملها شخصيا وبتريحني وسهلة وبسيطة وهتخليكي مبسوطة. اولا بنجهز الليفة المغربي بتاعتنا، الليفة الخاصة بينا، بنحطها في مية سخنة وخل. هتقولي لي ليه خل؟ اسمعي بس كلامي للاخر. حطيها في ميه سخنه وخل، بعد كده ادخلي تحت الدش، لو انت ما عندكيش بانيو فادخلي تحت الدش ميه سخنه تتحمليها في شويه. بعدين بتحطي على جسمك الصابون المغربي النوع اللي انت بتفضليه وتدلكي بيه جسمك شويه. بعدين بتشطفيه، لازم تشطفيه. يعني مثلا ما تجيبيش الليفه بتاعتك وتبداي تفركي وانتي في صابون على جسمك، ما ينفعش الليفه يجي عليها صابون مبدئيا. هنفرك جسمنا كويس بعد ما نشطف. بتفركي بقى حركات دائرية او تطلعي وتنزلي زي ما انتي تملكي تعملي لنفسك زي ما تحبي. ده او ده هيطلع معاكي دهون كتير، هيخلي بشرتك صافية وناعمة. اعملي كده وبعدها اعملي بقى ايه، هنعمل سكراب للجسم. هنعمل سكراب ازاي؟ مثلا انا ما عنديش امكانية ان انا اشتري سكراب، هعمل ايه؟ هجيب سكر، هجيب ملح، هحط عليهم شاور جل، وهحط عليهم سدر او قهوة، اي حاجة من الحاجات اللي هي يعني بتنظف الجسم من الدهون. اعملي كده وجهزي الخليط وقلبيه كويس قوي وافرديه على جسمك. ما تكحتيش قوي عشان ما تجرحيش جسمك، بس افرديه على جسمك حركات دائرية خفيفة كده كده. الشاور جل اللي احنا حاطينه بيخلي يعني ما يبقاش فيه احتكاك السكر جامد. ده اعملي جسمك بيه كويس قوي، بعد كده اشطفيه. طيب وبعدين احنا كده فتحنا المسام ونضفناها وعملنا كل الحاجات الحلوة دي. هنعمل ايه؟ حاجة بسيطة جدا. هنقف تحت الدش ساقع شوية، يعني على قد ما تقدري تتحمليه. نقفل المسام، نرش علينا مية ورد. كده احنا خلصنا فقرة الحمام المغربي. هنطلع بقى من الحمام، عندنا زبدة جسم، عندنا لوشن، عندنا كريمات يوريا، اي حاجة تحب تفضليها. انا عن نفسي بفضل اللوشن عليه كريم يوريا. ليه؟ لان ده بعد الحمام المغربي بيخلي ان يعني ما يبقاش فيه جلد وزده، اللي هو الجلد اللي هو الخشن ده. فاليوريا بتريحك جدا موضوع جلد الوزه ده. ممكن تستخدمي لو انت مثلا مش معاكي ان انت تجيبي حاجه غاليه، كريم غالي، ممكن تجيبي كرباميد. انا بحبه جدا، بحط منه شويه على اللوشن وبعمل بيه جسمي. كده احنا خلصنا اللوشن. بعد كده هنحط البادي سبلاش، ونحط لو عندك زيت عطري او عندك مسك طهارة او كده بنحط على اماكن النبض وفي الاماكن الحساسة، بس بعيد شوية عن الاماكن الحساسة، او في الهدوم اللي هنلبسها عشان ما يعملكيش اي التهاب. تمام كده انتي ريحتك يعني ايه اقولك ايه، بتفوح نظافة. انتي كده ريحتك واو. فدي حاجة هتخلي جسمك يعني ما اقولك ايه، بمعنى اصح ان جسمك هيبقى بيتنفس، طاقتك حلوة، جسمك ناعم ووردي، ريحته حلوة. اعملي كده وهتتبسطي جدا. ما قلنا طبعا مش هننسى موضوع البيجامة، وان احنا حتى لو مش عندنا بيجامة جديدة بنلبس بيجامة قديمة بس بقالنا فترة ما لبسناهاش، بنكويها، بنعطرها، بنبخرها، بنبخر نفسنا ونبخر شعرنا ونبخر اوضتنا ونخلي جوها حلو. كده احنا بدأنا نستقبل العيد. اظبطي حياتك، اظبطي نفسيتك، عشان محدش هيرجعلك الايام اللي بتعدي. الايام اللي بتعدي من حياتنا دي
محدش هيجي يرجعها لك لو انت عديتيها بطريقة وحشة او عديتيها بمود وحش، محدش هيرجعها لك تاني. حاولي تدلعي نفسك حتى لو بحاجة بسيطة، عشان محدش هيهتم بيكي قد ما انت تهتمي بنفسك. خليكي عارفة الجملة دي كويس قوي، محدش هيحبني اكتر مني، محدش هيهتم بيا زي ما انا ههتم بنفسي. الفيديو خلص، لو عجبك اعملي لي لايك واكتبي لي في تعليق واعملي لي سبسكرايب للقناة. انا بحبكم كلكم، وكانت معكم نورس. السلام عليكم.